بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الكرام، اليوم عندنا تجربة مهمة تتعلق باستعمال الاطفال للهواتف بل حتى الكبار. عندنا مثل ما تلاحظون هذا القلم كهربائي، هذا يفحص وجود الكهرباء، يعني يستعملون الكهربائيين لتحديد القطع، فيأشر عند وجود كهرباء. لاحظوا هذه لك سويتش من مشتغل يأشر بهذا الشكل، حتى الواير يعني اينما يصل. طبعا اذا طفيناه لاحظوا ماكو تأشير، نشغل راح يبدا التأشير بوجود كهرباء في كل مسار الواير الى هذا السيارة. لاحظوا اذا انتبهنا الى موضوع الهاتف، الان هذا الهاتف ما بيه اي اشارة ولا شاحنة. الان نشكل هذه الشاحنة بالسيار الكهربائي. لاحظوا التيار الكهربائي ينتقل عبر الشاحن عبر الواير إلى الهاتف. الآن لحد الآن ما وصلنا إلى المشكلة الكبرى. لاحظوا هذا الآن حارث راح يمسك هذا التليفون، ولاحظوا شنو اللي دا يصير. لاحظوا يعني الآن إذا طفينا الكهرباء شغلها الكهرباء براسه في كل مكان. همام الزم اخوك هالشكل. لاحظوا الان حارث بيه كهرباء، لكن همام اللي ماسكه، لاحظوا المشكله انه الكهرباء في كل مكان من جسمه مستمره. هذا يشير لنا الى وجود مشكله كبيره جدا. اولادنا في هذه الايام خاصه بعد ازمه كورونا وجلوس الاولاد في المنازل وانشغالهم بشكل كبير بالهواتف لساعات طويله، والكهرباء تستمر على أدمغتهم وجسمهم وجميع أعضائهم وأحشائهم الداخلية وأعصابهم، حقيقة ولدت مشكلة كبيرة. أطباء الأعصاب الآن في البلد يذكرون أن حالات الإصابة بكهرباء الدماغ بالآلاف. يعني كبار الأطباء يحذرون من هذه المشكلة، ويقولون أن هذه تؤدي إما إلى الجنون وربما إلى الموت أحيانا، أو شلل، أو أي صعقة كهربائية يصل اللود عالي على الدماغ مما يؤدي إلى تلف بخلايا الدماغ، ناهيكم عن ما يؤدي بالقصور الذهني وعدم القدرة على الاستيعاب وتوقف القدرات الذهنية والعقلية، وصولا إلى مرحلة الإغماء، ومن ثم ربما تؤدي إلى الوفاة أو الشلل أو الجنون. حبينا نحذر جميع الأخوة المستمعين والمشاهدين لهذا المقطع حتى يعني نحافظ على أبنائنا من هذا الوباء العظيم. نسأل الله تعالى لكم جميعا ولنا ولأبنائنا جميعا السلامة من كل وباء وبلاء، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.